السلام عليكم يا شباب، صباح الفل عليكم ويا رب تكونوا بخير، وتحياتي ليكم كلكم كده ويا رب بالتوفيق دايما. الناس اللي شغاله في المبيعات، وخصوصا الناس اللي هي بتحب دايما تغير الشركه وتروح مكان تاني. طبعا انا من الناس اللي بحب شويه الثبات، ان انت تقعد في حته شويه فتره طويله. حتى ما فيش مكان في الدنيا وما فيش شركه في الدنيا ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش لود. خصوصا الناس اللي شغاله في المبيعات دي دايما بتشتغل تحت لود، دايما تلاقيه دايما تحت لود، ودايما تحت ضغط التارجت، ودايما تحت ضغط التحقيق، ودايما تحت ضغط ازاي هاخد العموله بتاعتي كامله. دايما كده، والاصناف ومشاكل الاصناف والمساحات بتاعتك في السوق. ففي ناس كتير بتحب تغير من مكان لمكان، بتروح شركه ثانيه وبتقابلها دايما الانترفيو. فكنا بنتكلم كده على موضوع الانترفيو، لما بتروح تعمل مقابله شخصيه عشان تخش شغل. طبعا في ناس عندها رهبه من الحته دي، في ناس عندها يعني خوف فظيع، يعني في ناس بتوصل لدرجه الفوبيا ان يروح يعمل انترفيو مع شركه، مع انه ممكن يكون شاطر، ممكن يكون شاطر جدا كمان، وممكن يكون فاهم شغل وعارف تفاصيل الشغل كويس، بس هو عنده رهبه من الحته دي. هديك بعض الخطوات وبعض الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها وتعلمها لنفسك اثناء الانترفيو مع شركه، يخليك يعني انا طبعا انا ممكن اقول لك هتوقع لك ان انت تتقبل كوظيفه، بس لا، يخليك عندك نسبه كبيره من القبول مع الشخص اللي بيعمل معاك المقابله. غالبا الاستاف المبيعات اللي بيعمل معاهم المقابلات، لو انت رايح على بوزيشن مندوب مبيعات، هيعمل معاك المقابله يا اما السوبرفايزر يا اما مدير المبيعات. فده غالبا راجل فاهم، وانت طبعا لو انت راجل بتاع مبيعات فانت خلاص عارف السكه ازاي. بيسالك على بيبدا يسالك على يعني احنا لما بيجي نعمل انترفيوهات للمندوبين 4 اسئله، انا ببقى 3 اسئله او 4 اسئله بسالها للشخص اللي قدامي، بعرف هو شغال في المبيعات ولا لا. فانا بقول لك ايه، انت كراجل المندوب انت راح تشتغل وراح تعمل انترفيو، هديك بعض النصايح استغلها وتعلمها واعرفها عشان تسهلك شويه الانترفيو. اول حاجه، وانت رايح تعمل انترفيو في شركه، خليك ناصح شويه وذكي، لم معلومات كويسه عن الشركه دي، اعرف الاصناف بتاعتها بشكل كويس، اعرف منتجاتهم، خش على الويب سايت، لو عندهم ويب سايت خش على الويب سايت، اتفرج على المنتجات بتاعتهم عامله ازاي، اعرف منتجاته، اعرف ايه المميز عنده في المنتجات، ايه الاصناف اللي هي بتمشي، ايه البراند ليدر عنده، ايه الاصناف اللي واقعه ما بتمشيش. تمام. ابدا كمان كل ده انا بقول لك تحضير للانترفيو بتاعك. لما تعرف الميعاد من قبلها اعرف كده زي ما قلت لك المنتجات. بعد كده اعرف مين المنافس بتاع المنتج ده ووضعه ايه، يعني انت المنافس بتاع المنتج ده ايه المنافسين ليهم ووضعهم ايه في السوق بالنسبه للمنتج الشركه اللي انت رايح تشتغل فيها. دي نقطه مهمه قوي قوي. لما انت هتعرف المعلومات عن المنتجات دي، وهتعرف المنافس كمان على المنتجات، هتديك بوينتس كويس جدا في الانترفيو. دايما اللي بيعمل انترفيو بيبقى عامل بوينتس للراجل اللي جاي متقدم للوظيفه، مندوب مبيعات مثلا، وبيشوف هو فاهم ازاي، فالحتت دي هتديك بوينتس كويس. تمام. الشركه اللي محتاجه مندوب مبيعات محتاجه مندوب مبيعات يقدر يحقق التارجت، يقدر يحقق اهداف الشركه، اللي هي طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان في اهداف كتير، في اهداف فلوس، في اهداف ماركت شير، في اهداف مساحات، في اهداف معالجه مشاكل في السوق. فانت لازم تكون مستعد للاجابات اللي هي الاسئله اللي هي ازاي هتحقق تارجتك، ازاي هتوصل بمستوى شغلك انك تحقق الاهداف، وتقدر تكون على قد مسؤوليه المنطقه. تمام. كمان هيسالك على الشركه بتاعتك الاولانيه، انت ليه سبت الشركه بتاعتك الاولانيه؟ ودي نقطه مهمه جدا دايما بتسال الناس فيها، او انت هتسيب الشركه دي. فدي برضو مهمه جدا، وبتقدر من خلالها بتعرف
الراجل اللي هو بيعمل لك انترفيو شخصيتك، ودي مهمه جدا، ودي هنقولها في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناه، ممكن اقدر اساعدك ان شاء الله. تحياتي ليكم، ايهاب الناحي، مدرسه البيئه.